هنعمل النهاردة مع بعض الكوارع بكل أسرارها، وإيه السر اللي بيخليها ريحتها قلب المكان ودايبة دوب. شايفين الجمال؟ تحفة بجد. أهم حاجة هنكون غاسلين الكارع كويس ونكون منضفينه كويس جدا. هنجيب بقى حاجة نضيفة نحط فيها مية والكارع بتاعنا اللي احنا مقطعينه، ليمونة معصورة، معلقتين من الدقيق، معلقة ملح. أهم حاجة برضو الطماطمية ديت، لأن ديت بتخلي الكارع معانا ريحته جميلة جدا. هنسيب بقى الحاجات دي كلها مع بعضها كده لمدة ساعة تتنقع يعني. معايا بقى حلة فيها مية، معلقة كمون، معلقة خل، وهنسيبها تغلي مع عصرة ليمون كده. أول ما تبدأ تغلي هنحط عليها الكارع بعد ما شطفناه يعني تحت المية الجارية. تمام كده. شايفين المية بتاعتها نضيفة ازاي؟ هنسيبه يغلي. هيكون معانا حلة تانية هنحط فيها معلقة سمنة، معايا بصلاية وسط متقطعة صغير جدا، هنحط عليها معلقة ملح، معلقة فلفل اسود، معلقة صغيرة يعني. هنقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده علشان البصلة تدبل. هنا بقى بعد ما غليت شايفين ولا مطلعة اي حاجة سودة، بتبقى ريحتها تحفة هنا والله، مفيهاش اي ريحة زفارة لان انا غسلاها كويس جدا. وكمان المية ديت بتضيع اي زفارة لان عليها خل وليمون. خلاص. هنا بقى بعد ما البصلة اتشوحت معانا هنحط عليها بقى الايه، الكوارع بتاعتنا اللي احنا مقطعينها. تمام كده. هنقلب كل ده مع بعضه. وبعد كده هنحط بقى عندك لحمة، لو عندك اي حاجة ممكن تحطها معايا عادي. هنا لقيت الحلة معانا صغيرة فقلت احطها في حلة كبيرة يعني علشان يعني تريحني في التقليب وكده. تمام. هنقلب كل ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. ده الكارع من جوه بتبقى العظمة بتاعته يعني. هنجيب بقى الصلصة المتسبكة معانا، او عندك برضو طماطم ضربها في الخلاط سيبيها معاه يعني حطها كده لحد ما تتسبك معاه عادي مفيش اي مشكلة. وبعد ما تتسبك نزود المية. انا هنا متسبكة فزودت المية على طول، يعني تشويحة كده وكنت مزودة المية على طول زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت كده. هنغطي عليها ونسيبها تغلي، واول ما تبدأ تغلي نوطي عليها النار خالص. هنسيبها لمدة ساعتين لحد ما تستوي. بعد كده هنضيف بقى الملح في الاخر. تمام. هنجيب بقى معايا طاسة كده فيها معلقة سمنة، معايا راس توم، هنقلبها كلها مع بعضها كده لحد ما التوم يفتح معانا. نبدأ بقى نضيف عليها الكمون والكزبرة تقليبة بسيطة، وبعد كده دي تكون الطشة بتاعتنا جاهزة معانا. يلا بينا بقى نحط الطشة على الكوارع اللي بتخليها ريحتها تحفة ديت. هنحط الطشة. دي اهم حاجة، اهم حاجة في الكوارع التوم بتاعها يكون، يعني يا جماعة ما تبخلوش عليها بالثوم. واهم حاجة الغسيل بتاعها برضه، يعني فيها كل حاجة مهمة. الحاجات دي بسيطة بس بتفرق معانا. هنا خلاص استوت هنحطها في طاجن للي بيحب يحمرها يعني في الفرن. هنشمعها تشميعة كده وبتطلع زي ما انتوا شايفين كده. للناس بقى اللي بتحبها بشوربة بس من غير اي حاجة تانية، من غير تسبيكة ولا كلام من ده، نجيب الكوارع دي نشوحها ونحط لها طماطمية وبصلية بالتشويحة بتاعتها، ونحط لها المية اول ما تغلي نهدي عليها النار، ونحط لها برضو الطشة. اهم حاجة في الموضوع الطشة. يا ريت بقى ما تنسونيش كده في المتابعة ونصلي على النبي كده في الكومنتات وكومنت جميل زيكم. وكده خلاص خلصنا. انا اسماء حموسي، لايك وشير، مع السلامة.